بسم الله الرحمن الرحيم. انا كان حد طلب مني ان انا اعمل انبوكسنج لشنطة عدة توتال اللي هي 165 قطعة مع الشنيور ال 165 نانو. نفتحها مع بعض ونشوف محتويات الشنطة فيها ايه. بسم الله. بسم الله. طبعا معانا اول حاجة العضو الاساسي الشنيور، ودي البطارية، ده الشاحن، ده متر، في الخاصية بتاعت الهولدنج. طبعا العدة دي كلها لا غنى عنها في اي بيت. في هنا المفتاح الانجليزي. طبعا كل الحاجات دي خامات كويسة جدا. الشاكوش طبعا هي اماكنها كلها محكمة، يعني ما تخافش منها ان هي تقع او اي حاجة. في هنا مكان بتاع المسمار فيه مغناطيس، كل حاجة بترجع مكانها. دي طبعا الزرادية العادية كلها خامات كويسة. في هنا الزرادية التانية اللي سن رفيع مش عايزة تطلع. دي كمان. في طبعا هنا طقم الألانكيه، في كل مفتاح الألانكيه. في هنا طبعا علبة الفيشر، فيها فيشر وفيها مسامير كل الأحجام، مش هتبقى محتاج تشتري أي حاجة. في هنا طبعا المفكات، في عندك صليبة وعادة، وفي تيست، وفي المفك الصغير مع اللقم الصغيرة دي، وده المفك الكبير مع اللقم دي ودي. تمام. الشنيور بقى نفسه بيركب معاه الحاجة دي، لو انت عايز بقى تفك وتركيب والحاجات دي بتركب مع الشنيور نفسه. تمام. هنا في مقص خامة كويسة جدا. وفي كمان طبعا هنا في للخشب اللي هي البونت، دي للخشب ودي للحيطة وده للحديد. تمام. في منشار يدوي صغير. ايه تاني؟ القطر اللي بيجي من غير سلاح، بتشتري له سلاح. نشغل بقى الشنيور مع البطارية. ركب البطارية. بسم الله. طبعا في لمبة ليد لو انت شغال في الضلمة او حاجة. هنا اليمين وشمال يطلع كده، ممكن تغير من هنا كل حاجة، وبتغير من هنا السرعة اذا كان عايزه شنيور دقاق او فك وربط. تمام. فك البطارية. وطبعا ده الشاحن بتاعه. بس كده، دي كل حاجة. شكرا لكم.